اخواني السلام عليكم. شوفوا شوفوا اخواني، طبعا هسه هاي اكو فد شغله عجيبه غريبه. هاي هنا منطقه احنا نسميها تشوله، منطقه شبه صحراويه. شوفوا هاي هنا مثل البركه مال مي، هاي بركه تقريبا مال مي. اعتقد تجي بيها حيوانات تسبح، يعني حيوانات بريه، لذلك طاقه بيها هاي احنا نسميها طحالب، لان اكو مواد الظهر عضويه بهذا المي. عموما شوفوا انا اللي معجبني شنو؟ اللي معجبني شوفوا هاي الاصداف. شوفوا مهد والله تعال تصور هني بيدك. شوفوا هسه هاي مناطق رمل يعني. هذا منين هاي الاصداف منين جتي؟ هاي قد لمينا هاي الاصداف منين جتي؟ هي تعيش بالماي، شلون جتي بهذا الماي؟ زين شوفوا هوايه اعتقد هاي احفوريه. هسه هم نصورها جديات والله. زين هسه هاي الاشجار شوف ايش قد حلوه وكذا. هاي هناك الدغل طاق. اكو ناس يجون يعني مثلا بالربيع بالخريف يسوون سفرات يجون لهاي الاماكن. زين يعني ما اعرف ليش تذبون قواغد واحذيه وبطاله، يعني عيب والله العظيم عيب. انت تجي تغير هنا جو. زين هذا الخشب والكذا وتشعله وتسوي جمريه وتشوي عليه. والله تخيل بنصها لؤلؤه. اكو لخه ترى انت ما انتبهت عليها. ليش يعني تجون تذبون هاي القواغد؟ هذا مكان مال الكل يعني عيب. انت جاي مغير هنا جو كذا، ليش تجي تذب هاي السوالف؟ زين هسه شوفوا احنا شوفوا ايش لقينا. شوفوا محاره مشلبه بهذا الطين. شوفوا فكرة انه هذا مكان بري وكذا، وهاي طاقة بيها مثل المي نزاو عين صغيرة مال ماي مثلا، هي حتى الظهر تصعد وتنزل. شوفوا هنا الرطوبة وين واصلة، طاقة بيها هاي النباتات البرية. زين وهذا المحار انا عجبت على هذا المحار والقواقع منين جاء؟ شلون جاب هاي البركة؟ هسه بالبحار بالانهار هي الله خلقهن من خلق البحار والانهار، بس هاي شلون يعني شلون جتي هاي بيها؟ شلون جت من البحر او النهر لهذا المكان؟ زين غريبة. وهاي كذلك القواقع، شنو تفسيركم لهاي الظواهر؟ شلون جتي؟ وشنو ردكم على هذول اللي يذبون وسخ بهاي الاماكن الطبيعية الحلوة؟ السلام عليكم، اخوكم علي الشيباني.